عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحبايبي في مطبخ ست البيت. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض الفطار. هنعمل مع بعض فاصوليا بيضة ورز بشعرية وملوخية ومكرونة بشاميل. تمام. أول حاجة أنا هعملها، أنا معايا الفاصوليا اهي، هحطها في مية، أفتح الكيس وهحطها في حلة اهي معايا. انا حطيت الفاصوليا في حله اهي، هحط لها ميه وهسيبها حوالي 5-6 ساعات. انا بحب اخمر الفاصوليا، ما بحبش اسلقها، بتبقى احسن، طعمها بيبقى احلى. تمام. يبقى انا دلوقتي هحط لها ميه وهسيبها حوالي 5-6 ساعات لحد ميعاد قبل المغرب كده بحوالي ساعه ابدا احطها على النار. تمام. يبقى انا ببل الفاصوليا مش بسلقها اول حاجه. وبعد كده هعمل رز بشعريه وهسلق اللحمه، ومعايا كيس فراوله اهو، ده كنت مخزناه معاكم قبل كده برضو، مصوره فيديو عن الفراوله، هعمله عصير. تمام. وهعمل رز بشعريه ومكرونه وهنبل تمر مع بعض. تمام. وهنعمل ملوخيه. الملوخيه انا نقيتها ونضفتها وهغسلها دلوقتي واحطها في العصار. انا هعمل معاكم البشاميل. طبعا كلنا بنعرف نعمل بشاميل وشرحته قبل كده. انا عامله البشاميل من تحت، حطيت معلقتين بشاميل في الصينيه. تمام. وحطيت معلقتين بشاميل على المكرونه. هحط اول طبقه مكرونه من تحت كده، بالشكل ده، وابدا افردها. دلوقتي انا فردت المكرونه في الصينيه. تمام. هنزل عليها بمعلقتين بشاميل، وبعد كده هنزل عليها باللحمه، بعد كده احط اللحمه، وافردها. احط عليها معلقتين بشاميل تاني، البشاميل ده هو اللي بيخليها تبقى قطعه معايا. واحط الطبقه التانية من المكرونه، بعد كده انزل بالبشاميل، هتبقى معايا بالشكل ده. طبعا المكرونه البشاميل دي عشق المصريين كبار وصغار بيحبها. دلوقتي ادخلها على درجه حراره 180 وهسيبها معايا لحد ما تستوي خالص. دلوقتي انا هعمل فاصوليا مقطعه بصله بالشكل ده، هنزل عليها بمعلقه سمنه، البصله اصفرت معايا، هنزل عليها بالطماطم، الطماطم اتسبكت معايا خالص، هنزل باللحمه
كده بالشكل ده واقلبها. وهسيبها في الدمع معايا شويه، انا لسه ما نزلتش بالفاصوليا. دلوقتي انا هنزل بالفاصوليا. الفاصوليا زي ما احنا قلنا بنقيها كويس وبغسلها وبخمرها في ميه، انا مش بحب اسلقها. لو انت مستعجله وعايزه تعملي فاصوليا ممكن تسلقيها نص سلقه بالشكل ده. واقلبها. واغطيها واسيبها تستوي على مهلها خالص. خلاص الفاصوليا استوت معايا بالشكل ده. احط لها الملح، احط مرقه. المرقه دي اختياري يا جماعه، واهم حاجه في الفاصوليا عشان تطلع معاكي طعمها جميل جدا نص معلقه او ربع معلقه الكمون. دي السر في الفاصوليا، في معلقه الكمون مش في الفلفل الاسود. بلاش تحطي على الفاصوليا فلفل اسود، الكمون ده هيفرق معاكي خالص. واقلبها. ودقيقه بالظبط واطفي عليها. اعمل معاكي شويه رز بشعريه. معايا حله حطيت فيها معلقتين سمنه، احط شويه شعريه، كده واقلبها. الشعريه احمرت معايا خالص، احط عليها الرز. واقلبها. دلوقتي خلاص انا قلبت الرز، هسقيه. اعمل معاكم طبق ملوخيه. انا سبت الشوربه تغلي اهي. احط سنه بسيطه من الثوم، واحط الملوخيه معايا. الملوخيه دي خضره. هتاخد معايا غلوه واطفي عليها. دلوقتي انا رفعت الملوخيه، هبدا احط معلقه سمنه على معلقه تومه كده. التومه بدات تحمر معايا في الفطار بتاعنا، بس لسه المغرب ما اذنش ولسه ما غرفتش. المكرونه اهي البشاميل تمام، الرز بشعريه اهو، الفاصوليا والملوخيه والسلطه نحطها في التلاجة. انا حطيت الفطار. كل سنه وانتم طيبين. يا رب النهارده الحلقه تكون عجبتكم، ما كنتش تقيله عليكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.